سلام، اليوم مع سر الكوزينة جيتكم بهذا التحلية. درت لكم فلون شوكولا بطريقتي الخاصة. نبداو على بركة الله. بسم الله. اول حاجه نبداو بلي زانغريديون. عندي 2 مغارف كبار بومبي تاع نشا. من الناس اللي تحبوا شويه جامد دير 3 مغارف كبار تاع نشا، انا نحبو كريمي على بها درت 2 مغارف كبار تاع نشا. معاهم مغرفه كبيره تاع كاكاو نوعيه مليحه، ثاني المغرفه كانت بومبي، ومعاهم 4 كيسان كبار تاع حليب. الكاس هنا راهو تاع 200 مليلتر، ومعاهم علبه فلون نواره ذوق شوكولا، و2 مغارف كبار بومبي بودره الشوكولا تويسكو، ومعاهم علبه شوكولا مونا درت نوار ثاني، وتقدروا ديروا بالحليب ولا ديروا الشي اللي راهو متوفر عندكم. نجيبوا كاسرول حطيت فيها الكاكاو، زدت حطيت النشا كيما قلت لكم. اللي تحبها كريمي دير غير 2 مغارف، واللي تحبها شويه ثقيله دير 3 مغارف كبار تاع نشا. ودرت قلت لكم علبه كامله فلون تاع نواره شوكولا، حطيت رشه تاع ملح، لازم رشه الملح، و2 مغارف كبار بومبي تاع بودره الشوكولا تويسكو. خلطت النواشف مع بعضهم ووليت حطيت الحليب. ديما تحطوا الكاس الاول تاع الحليب تخلطوا شويه باه من بعد ما يديروا لكمش هذوك الحبيبات. على هذه نخلطوا، راكم تشوفوا كيف تحصلنا على الخليط. من بعد ضفت الحليب الاخر، قلت لكم درت 4 كيسان تاع 200 مليلتر للكاس تاع حليب، يعني الكل درت 800 مليلتر من الحليب، يعني ما درتش ليطره كامله، ليطره ونقص منها كاس. وخلطت جميع المكونات مع بعضهم بارد في بارد، ومن بعد حطيتها فوق النار. كي تحطوها فوق النار بقاو خلطوا، يعني ماشي تروحوا عليها، ولا لازم تبقاو تخلطوا حتى تشوفوا الخليط تاعكم يبدا يثقال، ومام حتى توصلوا درجه الغليان، يعني بخاص كيما نخدموا الفلون عادي. قلت لكم نبقاو نخلطوا حتى نوصلوا درجه الغليان. كي يغلي لي هذاك الخليط تاعي باه نطفي عليه. دوكا راني وصلت لدرجه الغليان تاعي، هنا طفيت عليه. شوفوا الخليط تاعنا كيف تحصلنا عليه. نجيبوا هذيك علبه الشوكولا، ديروا العلبه كامله. انا هنا راني ما صورتش، يعني صورت غير كي درت هذا الطرف. من ثم ديروا العلبه كامله وبقاو حركوا حتى تذوب لكم هذيك الشوكولا، حوالي دقيقه ولا رايحه تذوب لكم، مش راح تدي وقت كبير. كي تكملوا جيبوا المول نتاعكم. انا هنا عندي غير لي مول الكبار، تسمى ما جانيش عالي بزاف، مي اللي عندها المول صغير يستحسن دير في مول صغير خير. جيبوا كيس بلاستيكي وحطوه في المول نتاعكم، يعني نفرشوه في المول. تقدروا ديروا بابي فيلم، اللي ما عندهاش بابي فيلم دير كيس بلاستيكي كما درت انايا. ومن بعد نجيبوا الخليط تاعنا ونعقبوه في الصفايه، لازم تعقبوه في الصفايه، اون سي جامي كاش حبيبات ولا يلصقوا في الصفايه، لازم هذه خطوه اساسيه. كي تكملوا مره لصقوا هذاك الكيس بلاستيكي في الكريمه نتاعكم، او هنا فلون يعني خلاص سي بون بدا يجمد لي، وخليوه يبرد شويه. ومن بعد حطوه في الفريجيدير حوالي 4 ساعات، ولا لازم يبرد مليح باسكو هذو الحوايج يتكلوا باردين. حوالي 4 سوايع ولا وهو يبرد. كي يبرد لكم تنحيوه من المول. هنايا بعد ما برد شوفوا كيف تحصلت عليه. هنا راهو برد لي، انا خليته قلت لكم حوالي 4 ساعات حتى ل5 ساعات. شوفوا كيف تحصلت عليه. نحيوا له هذاك الكيس البلاستيكي من الفوق وجيبوا طبسي ولا وحطوه، ومن بعد قلبوا الفلون نتاعكم ونحيوا له هذاك الكيس بلاستيكي. شوفوا كيف تحصلوا عليه. كي نديروا الكيس نضمنوا، يعني ماهوش راح يلزق لنا في المول، باسكو كنت تحطوه طول على المول هذاك تاع الحديد تخافوا يلزق لكم، على بها لازم نديروا الكيس البلاستيكي. شوفوا كيف تحصلنا عليه. لازم كي تحركوه راح يتحرك لكم بهذه الطريقه كيما يقولوها يتسرعد. كي تكملوا مره ديروا له رشه مليحه تاع كاكاو. ديما نقول لكم الوصفات تاع الكاكاو لازم استعملوا كاكاو نوعيه مليحه، باسكو الكاكاو هو اللي يبنن هذو الوصفات. لا درتوا كاكاو موش مليح الوصفه تاعكم مش راح تنجح والذوق تاعكم ما يجيش بنين. انا ديما نستعمل، قلت لكم بيمون نستعمل نوعيه مليحه تاع كاكاو. هو صح شويه غالي، مي لازم تستعملوا نوعيه مليحه. ديروه مليح قلت لكم بالكاكاو، ومن بعد اقسموه بهذه الطريقه. وشنو كي تقسموه راح يلزق لكم شويه في الموس. الموس ديما غطسوه في الماء ولا ومسحوه، ومن بعد زيدوا عاودوا اقسموه. شوفوا كيف تحصلنا عليه، جا كريمي والذوق تاعو جا بنين بنين ما شاء الله. بورتون استعملت شوكولا عاديه، مي الذوق تاعو جا بنين ما شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، شاهيناكم في الجنه. على بروشين ان شاء الله.